صباح الخير. أحيانا عدم رضانا عن واقعنا الحالي بيسبب لنا عقبة في تخطيط مستقبلنا وتحقيق حلمنا. وهو احنا ليه دايما بنقول حلمنا؟ لأن الحلم ده حاجة بعيدة، واحنا واقعنا اللي احنا مش راضين بيه دلوقتي بواقعنا ده، والمنطق مش هيخلينا راضين عنه. عشان كده لازم نقبل بالواقع بتاعنا، ودي أول عقبة بتقابلنا في الطريق. ومجرد احنا ما تعدي أول عقبة، فأنت كده بتنجح في أول خطوة، وما دام نجحت في أول خطوة فده بداية طريق النجاح. واقعك لازم ترضى بيه. سواء مثلا ما نقولش إن الظروف هي ما هي إلا حاجة ما بتجيب لناش السعادة، وما بتسلبش منا الفرح. طريقة تصرفنا مع الظروف هو اللي بيخلينا سعداء او بيخلينا تعيسين. يعني واحد مثلا اتفصل من عمله، طريقة تصرفه او رد فعله مع الموقف ده هو اللي هيخليه سعيد وهو اللي هيخليه حزين. بمعنى ايه؟ بمعنى هو لو اتفصل من عمله ممكن يقعد حزين، هو الطبيعي يبقى حزين، بس ما يفضلش الحزن ده مستمر معاه. لازم يعمل ايه؟ يشوف هو غلطان في ايه، يشوف يقدر يطور من نفسه ازاي، ومن النقطة دي يقدر ينطلق ويعمل حاجة جديدة. وزي ما قال الحديث الشريف: فرض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، أو فيما معناه يعني. فمجرد أنت ما ترضى بالواقع وتبدأ تشتغل عليه، هتطور من نفسك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك أو تدعمني عامة وشير، ولو حاجة ما عجبتكش قولي في التعليقات. صباح الفل.